السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. هذا محدثكم حسن الحموري من قناة أثير تركيا بالعربي، وإليكم اليوم أهم التفاصيل. لكن أصدقائي إخواني الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك. شاكر لكم حسن تعاونكم معنا ليصلكم كل جديد وما يفيدكم وما يهمكم. وأما إخواني الأعزاء، خبر صراحة مؤسف. الطعنة التي أصابت كلية وكبده تم استئصال الطحال للفتى السوري محمد حسن عثمان 15 عاما، يتعرض للطعن على يد مجموعة شبان أتراك أثناء محاولتهم لسلبه نقوده وهاتفه المحمول في منطقة غازي عنتاب. وبحسب ما ذكره والد الشاب، إليكم الفيديو اللي ذكر فيه والد الشاب شو الوضع وإيش اللي صار معه. نرجو له السلامة والشفاء العاجل بأقرب وقت يا رب، والله يصبر أهله. أنا محمد حسن عثمان. السلام عليكم. أنا والد الطفل محمد عثمان. أنا حسن عثمان بن عبد الله من قرية منر، من المهجرين في منطقة منر الواقعة تحت سيطرة البي. بتاريخ 20 الشهر الساعة 7:30 المساء تم الاعتداء على ابني الطفل محمد عثمان البالغ من العمر 15 سنة من قبل أشخاص مسلحين بأسلحة بيضاء، سكاكين وسلاح مسدسات، بسبب سلبه لهاتف الجوال الموجود في يده. وعلى أثر الحادثة تم اعتداء عليه من قبل 4 أشخاص في الفترة الأولى أمام الكازية الموجودة في طاشجة، ومن ثم انتقلت المشاجرة إلى منطقة طاشجة أمام دكان سمان سوري يدعى أبو صالح، الذي قام بإدخال ابني إلى محله لحمايته من الأشخاص. وبعد ذلك قاموا الأشخاص بجمع عدد كبير من الناس، بلغوا حوالي 15 شخص، ومنهم من يحمل بيده البلطة، ومنهم من يحمل الشنتيانة، ومنهم من يحمل سكين. ويوجد رجل عمره 55 عاما بيده مسدس. قاموا بالاعتداء على ابني بضربه، ومن ثم تدخلت أنا. قام ابني باتصال هاتفيا بي وقال لي أنا بمشاجرة مع جماعة أتراك. قمت بالذهاب إلى موقع الحادث، فرأيت عدد كبير من الناس وكان ابني بجانبي، ومن ثم قاموا بالاعتداء علينا. وأتى شخصان كانوا موجودين ضمن الحادث الذين قاموا بالمشاجرة الأولى في منطقة طاشجة بقرب الكازية. أتوا على دراجة نارية، ضربوا ابني بالسكين في خاصرته، ومن ثم وقع على الأرض. وقمنا بالاتصال بفرقة إسعاف مشكورين، قاموا بتلبية النداء، وجاءت الشرطة وتم إسعاف ابني إلى أقرب مشفى.